إذا كانت كثيرة ومو في محلها ماشي. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله جميع الأخوة والأخوات في رومنا الكريمة المباركة، روم علي مع الحق والحق مع علي. نتوكل على الله ونبدأ باسم الله تعالى وبحمده وشكره. موضوعنا أحبتي للحوار هو من هو الخليفة الشرعي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني من خلال، طبعا بالمناسبة الأخ أشرف هو الذي اختار هذا العنوان وليس أنا، يعني هو من اختار هذا وليس أنا، يعني اختار بالضبط هو العنوان، هو اختار، أنا فقط ضفت له من هو، فقط أضفت هو. على كل، الآن أحبتي الكرام من خلال العنوان من هو الخليفة الشرعي بعد النبي، أنا أريد أعرف الآن إذا قلنا خليفة شرعي من هو المشرع؟ المشرع أنا، أنت، الجمهور، أو المشرع الله سبحانه وتعالى والمبلغ النبي؟ يعني من خلال العنوان الذي اختاره الأستاذ أشرف يبين لنا أن هناك خليفة شرعي سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الخليفة هنا كما يتبين من خلال تعاريف إخواننا أهل السنة ومن خلال تعاريف الشيعة، يبين أن هذا الخليفة هو ولي الأمر وهو له الإمامة العظمى. يعني صاحب البحر الرائق لابن نجيم الحنفي يقول: وعرف المحقق الإمامة العظمى في المسايرة بأنها استحقاق التصرف العام في الدين والدنيا على المسلمين، وظاهره أنه لا بد في الإمام من عموم ولايته، ولذا قالوا لا يجوز اجتماع إمامين في زمن واحد. كذلك شيعة آل البيت أعلى الله مقامهم عرفوا الإمامة كما يعني عرفوا الإمامة أو هي الخلافة أو هي ولاية الأمر، عرفوها بتعريفين متقاربين. يعني العلامة الحلي يقول الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين، في أمور الدنيا والدين لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي، نيابة عن النبي. تعريف الإمامة كذلك ورد عند التفتزاني، يقول أن الإمامة رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في شرح المقاصد في علم الكلام صفحة 234. وكذلك العلامة الحلي يقول الأمر واحد، الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا للشخص نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 11 مع شرحه النافع يوم المحشر للمقداد عبد الله الحلي صفحة 82. الآن بعد أن عرفنا أحبتي الكرام من هذه المقدمة، لابد وأن تكون إذا كانت الخلافة الإمامة ولاية الأمر شرعية وهكذا عرفت، يجب أن يكون هناك تبليغ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يجب أن تكون هناك إشارات. أنا عندي الآن دلائل كثيرة من كتب إخواننا أهل السنة أن في إشارات كثيرة توضح أن هذا الأمر للمولى أمير المؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. في المداخلة القادمة إن شاء الله نبين. لك المايك أستاذ أشرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى، أما بعد. موضوعنا نعم في من هو الخليفة الشرعي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما اختلف في أصل تحدث به الأستاذ الفاضل عقيل العراقي عن تعريف الخليفة، وكما جاء أيضا في كتاب طريق الاستقامة في بيان أحكام الولاية والإمامة للإمام يوسف ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله، قال إن هناك شروط عامة لابد أن تتوفر في ولي الأمر. من ضمن هذه الشروط أن يكون مسلما عاقلا ذكرا. وعرض بعد ذلك بأن الإسلام لابد أن يكون شرط لهذا الخليفة، لقول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال في آية أخرى: فأولئك هم الظالمون. آية أخرى: فأولئك هم الفاسقون. وقال لابد أن يكون ذكرا، وقال لابد من البلوغ والعقل والرشد، ولابد أن يكون حرا وليس عبدا. فهذه شروط وضعها أو قال بها أهل السنة في مفهوم الخليفة الشرعي لولاية أمر المسلمين. ونحن منهجنا أهل السنة والجماعة
ليس من هو، ولكن هل تقوم الخلافة دائما على الأسس الشرعية أم لا؟ يعني إذا كان زيد عبيد زي ما احنا بنقول بالمصري كده، حسن محسن محمد حسنين، كان هو الخليفة الشرعي بعد النبي، ما فرق عندنا أهل السنة شيء، لأننا نأخذ الدين عما جاء بما قال الله وقال الرسول. ووظيفة الخليفة هو حفظ الدين وأمور الدنيا في الحكم بما أنزل الله كما سبق الذكر، ومراعاة شؤون القوم. فأي إنسان تنطبق عليه هذه الشروط قلنا إنه خليفة. قال الأستاذ الفاضل عقيل: وأمر لابد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أو يبلغ بهذا الشأن. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا في أحاديث معلومة إنها صحيحة عندكم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وفي مواضع أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كيف تدار الدولة وكيف تدار شؤون الدولة على شرع الله سبحانه وتعالى. أستاذ عقيل لي سؤال بسيط بارك الله فيك. النبي صلى الله عليه وسلم هل عندما يوصي إنسان بخلافته هل يجوز لهذا الإنسان أن يتنازل عن وصية النبي في هذا الشأن؟ فضل لك المايك. اللهم صل على محمد وآل محمد. أبدأ من حيث انتهيت. طبعا عندما يوصي النبي لشخص، الشخص لا يتنازل، بل الأمة عليها أن تطيع. الأمة عليها أن تطيع، وإذا ما أطاعت الأمة تتحمل الإثم. هذا أولا. اثنين، أنا راح أبدأ طبعا يعني أنا أبين لك الآن النبي الكريم أشار للمولى أمير المؤمنين، وفي حديث من صحيح البخاري قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، كما ورد في البخاري، وورد في مسند أحمد وغير مسند أحمد إلا أنه لا نبي بعدي، كذلك في مسلم ورد أنه لا نبي بعدي. الآن أنا أريد أعرف ما هذه المنزلة، يعني هذا سجله يهمك السؤال. ما هي منزلة هارون من موسى؟ شنو منزلته هارون من موسى؟ ما هي منزلة هارون من موسى؟ منزلة هارون من موسى كان وصيا وكان خليفة لموسى عليه السلام، وهذه الوصاية التي جاءت لموسى يعني جاءت لهارون من موسى عليه السلام جاءت بأمر إلهي: ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. آية واضحة. واجعل لي، يعني الذي طلب أن يجعل له وصيا من هو؟ جعل أن يطلب له وصيا موسى عليه السلام. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجد به أزري وأشركه في أمري. فإذا الوصاية إلهية والطلب إلهي. ومنزلة علي بن أبي طالب عليه السلام واضحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه منزلتك يا علي كمنزلة هارون من موسى، لكن لا نبي من بعدي. يريد أن يشير النبي صلى الله عليه وسلم أن هارون نبي، أنت لا، منزلتك مو نبي، خلاص، بس منزلتك أنت وصي، منزلتك أنت خليفة، منزلتك أنت وزير. هذه منزلة علي بن أبي طالب كما أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبكم وفي أحاديث واضحة صحيحة وفيها دعم من القرآن الكريم. هذا سؤال اللي جاوبني عليه. أنا قلت ما أسأل أكثر من سؤال واحد. أما موضوع سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فهذا موضوع أعتقد مختلف فيه ولا نستطيع أن نقف عليه الآن، لأنه لا دليل على أن من الخلفاء الراشدين من هم الخلفاء الراشدين. يعني أنا كيف أطيع مثلا خليفة راشد وهو يخالف شرع الله؟ يجوز أطيعه في سنته. هنا الطاعة كما ورد في الحديث طاعة عمياء، فهل يجوز لي أن أطيعه إذا خالف كتاب الله، خالف سنة النبي؟ لا يجوز. وعندنا ثابت أن هناك خلافات حصلت على كل، فهذا الموضوع أعتقد لا يصح الاستشهاد به في هذا الموطن. خير القرون قرني كذلك لا يثبت هذا الكلام، هم كذلك لا يثبت، ولا يصلح أن يكون مصداق العفو لا يصلح أن يكون مصداق لحديثنا. لك المايك أستاذ.
طب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طرح الأستاذ عقيل بيقول لي هذا لا يثبت، هذا لا يثبت عندك أنت وأم عندي أنا. تمام، يعني هذا في ديني أنا، في معتقدي أنا، وليس في معتقدك أنت. تمام. حضرتك عندما استشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت لي بمنزلة هارون من موسى، يعني كنت أحبذ أن تقرأ الرواية كاملة حتى يتيقن للمستمع لماذا قال النبي لعلي بن أبي طالب أنت لي بمنزلة هارون من موسى. يعني المفروض كده نقرأ القصة كاملة، تمام، من بداية الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علي خليفة على المدينة، وأن علي بن أبي طالب عندما عايره اليهود بأنه يخلفه على الصبيان والنساء، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أتخلفني على النساء والصبيان؟ فقال أما ترضى أنت، لآخر الحديث. يعني أنا كنت أتمنى الشرح الجازم، لأن في هذا القول أستاذ الفاضل النبي يثني فيه على وضع علي بن أبي طالب في خلافة أمر المدينة لفترة مؤقتة، وليس حتى بعد عودة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي ولا غير علي في كثير من المواضع. تمام، ولا غير علي في كثير من المواضع. ولكن حضرتك بتتكلم في منهج ماذا كان هارون لموسى؟ كان أخوه. تمام، كان أخوه. معلوم أن هارون كان أخو موسى، وهارون معصوم كما تقول الشيعة، وموسى معصوم، وعندما غاب موسى ولا هارون. تمام، على أمر المدينة، ولكن ليس على أمر المسلمين قاطبة، على أمر المدينة فقط. تمام، فلاحظ الحديث يا ريت تقرأه كامل. أما في قولك بأن الإمام لا يترك إمامته بل إن الناس هي من عليها أن تطيع، أيضا أمر يحتاج إلى دليل، لأن علي بن أبي طالب عندما أتاه الناس في نهج البلاغة لمبايعته قال دعوني والتمسوا غيري فإن مستقبله أمرا له وجوه وألوان، في نهج البلاغة صفحة 178. تمام، يبقى إذن علي بن أبي طالب نفسه عندما جاءه الناس للمبايعة قال دعوني والتمسوا غيري. طيب، هل علي بن أبي طالب يعترف بالخلافة الشرعية للثلاثة الذين سبقوه؟ نعم، يعترف بقوله أيضا في نهج البلاغة إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبي بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمع على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. تمام، علي بن أبي طالب يقر كان ذلك لله رضا. جاءت تفاسير الشيعة وهذا كان في رسالة له إلى معاوية. شكرا لكم إنكم بوابتم هذا الباب في رسالة إلى معاوية. ولكن هل علي بن أبي طالب قال أنا أستشهد على معاوية بما هو يؤمن؟ أنا أريد دليل منك على هذا القول الذي ادعاه بعض المرجعيات إنه يستشهد على معاوية بما هو يؤمن، فأنا أريد دليل. فسؤالي لحضرتك الآن، لماذا رفض علي عندما جاءه الناس؟ ثانيا، لماذا جاء علي بن أبي طالب وقال أن كان ذلك لله رضا؟ لك الميت. أبدأ من حيث انتهيت على السريع. أولا، قول المولى أمير المؤمنين لمعاوية تعريض لمعاوية وطعن بخلافة أبي بكر وعمر، لأن الإمام علي قال إذا اجتمع المهاجرون والأنصار، ولم يجتمع المهاجرون والأنصار على أبي بكر أبدا، فهذا طعن واضح من المولى أمير المؤمنين وتعريض بخلافة أبي بكر. هذا أولا. لم يجتمعون، سعد بن عبادة ما اجتمع، الأنصار ما اجتمعت، بني هاشم ما اجتمعوا 6 أشهر. عندكم في البخاري أن علي بن أبي طالب لم يبايع 6 أشهر، عندكم هذا واضح. السؤال الثاني، عندما أتاه الناس لمبايعته ما أراد الإمام البيعة على سنة السقيفة، رفض في الشورى السقيفة. فمن جاءه طلحة، مو أتاه الناس طلحة وفلان وفلان، جاءوه فقال لهم المولى أمير المؤمنين التمسوا غيري. أنتم تردون على سيرة الشيخين، أنا سيرة الشيخين ما أعترف بها. هذا عندك في الشورى عندما قالوا نبايعك على سنة النبي وسيرة الشيخين، رفض المولى أمير المؤمنين سيرة الشيخين، وهذا تعريض واضح من علي بن أبي طالب بسيرة الشيخين ورفض لسيرة الشيخين. تقول لماذا قال النبي لعلي أنت مني، والنبي لما ولى علي في كثير من المواطن، النبي الكريم قال لعلي هذا القول، أنا استدليت عليك بالقرآن بالمنزلة، منزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أنت الآن رفضت القرآن، لا يوجد إنسان يقبل أن يرفض القرآن. خلي أراويك الآن فهم الصحابي سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص قال عندما أمره معاوية بالسب لعلي بن أبي طالب رفضه،
قال أما ما ذكرت 3 قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له، خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. لا نبوة بعدي ماذا تعني؟ ما علاقة الأخوة؟ أنا أتحدث عن المنزلة ومن القرآن وأتيتك بآيات. أستاذنا المكرم أخي أجبني على القرآن، أجبني على الآيات. ما هي منزلة هارون من موسى؟ هذا مفصل مهم. وسعد بن أبي وقاص لماذا يعتبر هذه الواحدة أهم من حمر النعم إذا كنت كما تقول؟ بعدين أستاذنا العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. أستاذنا هذه يعرفها أي محاور يعرفها، وانت قديم بالبالتوك أستاذ. العبرة في عموم اللفظ لا بخصوص السبب. أنا ما العلاقة بأي سبب كان. شنو علاقتي بالسبب؟ أنا علاقتي بما قاله رسول الله علي أن ألتزم به. فأرجو أن تقف على هذه النقطة وتبين لي إياها، جزاك الله خير. الآيات القرآنية بينتها وبينت تقول سعد بن أبي وقاص، ولك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذ عقيل، كلامك في أن علي بن أبي طالب يحتج به على معاوية يحتاج إلى دليل عن علي، تمام؟ ويقول هذا أحتج به على معاوية بما يؤمن معاوية، تمام؟ يعني أنا طلبت حضرتك أين قال علي أنني أحتج على معاوية بما هو يؤمن. أما في قولك أن كثير لم يبايعوا أبي بكر فهذا أمر أيضا يحتاج إلى شرح طويل وأدلة فيما أنت ذكرت. وتقول علي بايع بعد 6 أشهر، يعني مبايع بعد 20 سنة، والمبايعة هي الولاء والنزول تحت حكم وطاعة من بايعت، فالمهم أن اعترف وبايع. اسمع بقى علي بن أبي طالب ماذا يقول في نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 368 لعمري لإن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى سبيل ذلك، تمام؟ ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها وليس الشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار. يبقى إذا ليس هناك ضرورة لاجتماع عامة الناس في مبايعة شخص. أستاذ الفاضل أن تقولون في الغدير كان 120 ألف صحابي حاضرين الغدير، يكفينا من ال 120 ألف دول 1000 ما بيعوش، 1000 ما بيعوش يا عم، 80 ألف ما بيعوش، لا تفرق أستاذ الفاضل، مش هتفرق، تمام؟ ولكن الأغلبية العظمى ومنهم علي بن أبي طالب اعترف بالإمامة وبايع زي ما حضرتك بتقول بعد 6 أشهر، بل واعترفت أيضا كتب الشيعة إنه بايع في هذا الشأن. أما بقولك إنني نقضت القرآن أو اعترضت على القرآن، أين اعتراض على القرآن؟ سألتني ما منزلة هارون وموسى، قلت لك إنها أخوه يا أخي، تمام؟ أخوه. ولو استدلنا بالنص الكامل للحديث هتفهم إن تقول لي عموم اللفظ ليس بخصوص السبب. إزاي يا أستاذ الفاضل؟ إذا كان قام دين الشيعة قاطبة ليس على عموم لفظ ولكن على بيان سبب، يعني دينك انت قاطبة بان ليس على عموم لفظ. الدليل عندما تستشهدون بالآيات القرآنية انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، عموم لفظ. الذين امنوا اختصرتوها في علي بن ابي طالب فقط. يبقى اذا التزمت معك بما انت تلتزم به هدمت معتقد الشيعة قاطبة، تمام؟ آية ابراهيم قلت انها دليل على امامة الاثنى عشر. يبقى اذا استاذ الفاضل ما تقولش القاعدة العامة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب، الله يصلح حالك، وأنت دينك بني على أسباب، تمام؟ لكل آية تسبب لها سبب حتى تكون في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. سؤال الأستاذ عقيل اللي أنا سألته له أين ورد الدليل إن علي بن أبي طالب في رسالته إلى معاوية كان يحتج على ما يؤمن به معاوية؟ لابد أن تأتيني بنص عن علي نفسه، لأن صاحب النص هو مين؟ الإمام. صاحب النص هو الإمام، ولا بد أن يكون الإمام هو مفسر النص، هو مفسر هذا النص ومبين هذا النص للمستمع أو للقارئ. فأين ورد الدليل؟ تمام؟ ده أولا. ثانيا عندما قال علي دعوني والتمس غيري أراك لم تجيب عن هذا، لا أعلم لماذا، تمام؟ وأتيتك بدليل علي بن أبي طالب يقول ليس هناك شرط أن تنعقد البيعة كاملة أو يختار الناس قاطبة ولي الأمر، وبينت لك حتى في كتب أهل السنة أن كيف تتم البيعة، وأنت اعترفت أن علي بن أبي طالب بايع، فكيف لمعصوم منصب بالخلافة يبايع من مغتصب منه للخلافة؟ لك الميت.
السؤال اللي أجبت عليه ما راح أجاوب عليه مرة ثانية حتى لا يضيع وقتي، لأن أجبت على قول المولى أمير المؤمنين، فما راح أجاوب عليه. يعني حتى هو الأخ يرجع للتسجيل ويسمع الإجابة جيدة، ما راح أجاوب عليه. ما جاوبتني على سعد بن أبي وقاص، لم أسمع جواب على سعد بن أبي وقاص، هذا أولا. اثنين، أنا أتيتك بالدليل، علي بن أبي طالب عرض بمعاوية يقول له أنت طليق من الطلقاء، ما أنت والمهاجرين والأنصار. شنو علاقتك أنت بالمهاجرين والأنصار؟ أنت رجل طليق، أنت طليق، أبوك طليق، شنو علاقتك أنت بالمهاجرين والأنصار وتتحدث وتأتي وتخلي نفسك بالبيعة وغير البيعة؟ بعدين أنا أجبتك بجواب مليح وصريح، تعريض من الإمام علي هذا لبيعة أبي بكر، تعريض من الإمام علي عندما قال إذا اجتمع المهاجرون والأنصار ولم يجتمعوا. سعد بن عبادة رفض، وسيد الأنصار سعد بن عبادة رفض. بني هاشم الزبير 6 أشهر بني هاشم لم يبايعوا، سجلوا اعتراضهم. قال علي بن أبي طالب عندكم استبددت بالأمر علينا، استبددت بالأمر علينا، كلام واضح صريح مليح. ما معنى استبددت بالأمر علينا؟ زين، بعدين أنا أريد من عندك تعطيني إما آية من القرآن أو حديث نبوي أن البيع فيها فضيلة للمبايع له. عندكم في كتبكم أن أم سلمة تقول عندما جاء بشر بن الأنصار يأخذ البيع لمعاوية، قالت لجابر بن عبد الله الأنصاري بايع، إني أعلم أنها بيعة ضلالة، بيعة ضلالة، إنما البيعة هي في القلب، هذه هي البيعة. أنا يعني أطالبك بكذا. على كل حال، هارون ما جاوبت عليه، وراح أترك الحكم للمستمع. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. تقول أنت بهذه العبارة إنه كان المنزلة أخوه. لماذا قال له إلا أنه لا نبي بعدي؟ لماذا سعد بن أبي وقاص، أريد الإجابة، يعتبر هذا القول أحب إليه من حمر النعم؟ هم ما جاوبتني عليه. الآن أحبتي الكرام، بعد أن استعرضت هذا أنا أنتقل إلى موضوع ثاني إن شاء الله. أحبتي الكرام، الآن عندنا قول الآلوسي. الآلوسي يقول وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم خليفتين. الآلوسي يقول مو أنا، وفي رواية ثقلين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترة أهل بيتي. يقول خليفتين، عترة أهل بيتي. الإمام علي من العترة، أبو بكر ليس من العترة. كذلك ورد هذا الحديث صحيح بشواهده في مسند أحمد بن حنبل، إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض أو ما بين السماء إلى الأرض وعترة أهل بيتي، كما ورد في مسند أحمد في جزء 35 صفحة 456. هذا مع ذاك يدل. كذلك يقول صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يقول رواه أحمد وإسناده جيد. انتهى الوقت. أتمنى أن تجاوبني عليه. لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أستاذنا الفاضل عقيل العراقي بتقول أنا أجبتك والحديث به معارض. تقول لك يعني أين قال علي؟ تقول لي أصلا أنا مش هجاوب تاني حتى لا أجد إجابة. لماذا قال سعد بن أبي وقاص؟ نعم إنها من فضائل علي، عندنا هذه فضائل من فضائل علي بن أبي طالب. أن النبي عذرا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولاه على المدينة وقال له أنت لي بمنزلة هارون من موسى. طب هارون من موسى كان وزيرا له، هل علي تعتبره الشيعة وزيرا؟ ما سؤال يطرح نفسه. اكتب كده يا عقيل، هل علي يعتبر وزيرا للنبي في معتقد الشيعة مع ذكر الدليل؟ ماشي، يعني هارون كان وزيرا لأخوه هارون. ممتاز. هل يعتبر، تاني السؤال للمرة الثالثة، علي وزيرا للنبي في معتقد الشيعة مع ذكر الدليل؟ ممتاز. إذا أتيتني بهذا الدليل نقول ممتاز عليك يا عقيل. ثالثا، حضرتك لما تيجي تقول لي أن هذا القول لعلي بن أبي طالب عندما جاءه الناس لم تجيب عليه دعوني والتمسوا غيري، مش عارف، مش لاقي له إجابة ليه لحد دلوقتي. علي بن أبي طالب تقول لا يترك الناس، الإمام لا يترك أمر المسلمين ولكن الناس هي من تترك. طب أستاذي الفاضل، أنا بقول لك علي قال دعوني والتمسوا غيري، دعوني والتمسوا غيري، وبايع علي وبايع الحسين وبايع علي بن الحسين وبايع محمد بن علي. الأئمة عندك كلهم بايعوا الخلفاء من الدولة الأموية والعباسية والصحابة. واخد بال حضرتك ازاي؟ وجاء هذا في الاحتجاج للطبرسي الجزء الثاني صفحة 10، والحديث عن حنان بن سدير عن أبيه سدير، وموثق هذا الكلام أيضا في
كتاب الاحتجاج نفسه: أما علمتم إنهما منا من إمام إلا وله بيعة في عنق لطاغية زمانه. يبقى إذن أستاذ الفاضل بيعة تمت من خلال الأئمة لولاة الأمر لديهم. لهذا اعتراف الحسن بن علي نفسه في هذا الحديث، تمام، والحديث صحيح إلا القائم عجعج، تمام، يعني عجل الله فرجه. يبقى إذن أستاذ الفاضل اعتراف عندك الأئمة بمبايعة ولاة الأمر، والمبايعة في اللغة بعرفها لك كده هي النزول تحت حكم وطاعة من بايعته ووليته. هل يجوز مبايعة الظالم؟ سؤال كده اكتبه حضرتك برضو، سؤال: هل يجوز مبايعة الظالم؟ الثالث حضرتك بتقول اللهم صل على محمد: ما معنى استبد؟ معنى استبد انفرض. شفت جبت لك معناها ازاي على طول؟ انفرض، والحديث ليس فيه اشكال. وانت تقول مثلا ان النبي قال لعلي انت مني وانا منك. طب ما النبي قال لجلبيبا: جلبيب مني وانا من جلبيب وانا منه، عندما قتل الصحابي جلبيب، تمام. يعني اذا اتخذنا بالمعنى استاذ الفاضل هنلاقي احاديث كثيره تمدح الصحابه: وقال العباس مني وانا منه، تمام. وفي روايات اخرى لابي بكر: ومنها امارته بالصلاه ويأبى الله ورسوله الا ابي بكر، الى ما اخر هذا. ولكن اسئله بسيطه يا ريت حضرتك تاتي بها باجابات وافيه شافيه، تمام. سالتك 4 اسئله، ارجو الرد على سؤال فيهم بالدليل. لك المايك. أنا طبعا أجبت على الأسئلة كاملة ولم يجيب على أي سؤال من أسئلتي. عندها سأقف ما أجيب على أي سؤال إذا ما تجيب على أسئلتي. أنا أقف عند أي سؤال ما راح أجاوب عليه بعد. إذا ما تجاوب على أسئلتي ما راح أجاوب عليه. انطيتك حديث خليفتين، وين حديث خليفتين؟ ليش ما تجاوب عليه؟ الأحاديث صحيحة يصححوها شعيب الأرناؤوط يقول بشواهده، الهيثمي يقول إسناده جيد. ليش ما تجاوب على أسئلتي؟ ليش؟ شنو السبب؟ هذا واحد. 2: لماذا تسألني عن البيعة؟ قلت لك عندكم تجوز، سلمة تقول تجوز البيعة للظالم، يجوز للمعصوم أن يبايع فاسق وظالم، يجوز إذا اضطر لهذا. سلمة قالت لجابر: بايع، إني أعلم أنها بيعة ضلالة. وهذا عندك وارد في التاريخ الكبير للبخاري، ووارد عندك في الموطأ، هذا وارد عندك. الآن أنت تعطيني الدليل أول مرة واحتج، اثبت العرش ثم انقش، لا تقل لي بايع. بعدين أنا جاوبتك يا أخي والله على سؤالك جاوبتك. لماذا قال علي بن أبي طالب التمسوا غيري؟ هؤلاء أرادوا البيعة على سيرة السقيفة. قلت لك طلحة وفلان وفلان. لماذا تعيد نفس الأسئلة؟ لا داعي. الآن أريد إجابة: لماذا سعد بن أبي وقاص قال أحب إلي من حمر النعم؟ ما هي هذه الفضيلة التي اعتبرها سعد أهم من حمر النعم؟ لماذا؟ أريد أعرف الفضيلة، هذا أولا. 2: أريد هذا الحديث عندما يقول في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، يقول إني تارك فيكم خليفتين. علي بن أبي طالب من العترة خليفة جيد، بينما أبو بكر مو من العترة. بعدين أنت تسألني عن الأئمة بايعوا، أنا مو هذا حواري يا أستاذ، هذا بعدين إذا تريد عن الأئمة. موضوعنا في الحوار من الخليفة الشرعي بعد النبي، والخليفة الشرعي بعد النبي أنت قلت شرعي. الشرع من يثبته؟ أنت، أنا، أو أن المشرع هو الله سبحانه وتعالى والمبلغ النبي؟ أين شرع الله؟ أين شرع الله لأبي بكر؟ وأين بلغ النبي لأبي بكر؟ أنا الآن أعطيتك من كتبك أن النبي بلغ لعلي بن أبي طالب. أعطيتك حديث هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، وهارون كان خليفة ووزير. نعم، علي بن أبي طالب كان خليفة ووزيرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما معنى الخليفة؟ ما معنى الخليفة؟ أنا أعتقد بينت لك بوضوح. الآن أريد ترد لي على هذه الأحاديث، لا تكفر مرة أخرى. يا أستاذنا يا محاورنا، ما راح أجاوب على أي سؤال إذا تجاهلت أسئلتي. لا يصح أن أكون أنا حامي هدف وأنت تلقي بالكرات، لا يصح. أسئلة مهمة أريد الإجابة عليها. ما عندك إجابة قول ما عندي إجابة حتى أنا أفهم. لك المايك. حضرتك المايك اللي فاتت لأن جاوبتك عن سؤال سعد بن أبي وقاص،
وطرحت عليك في حديث المنزلة سؤال لم أسمع إجابته: هل كان علي وزيرا في معتقد الشيعة مع ذكر الدليل؟ قلت لي أنت لي بمنزلة هارون من موسى، تمام. لما جيت قلت لي خليفتين قلت لك اعطيني المصدر لهذا القول للآلوسي. واخد بال حضرتك ازاي؟ أين قال الآلوسي في أي كتاب وفي أي جزء وفي أي صفحة؟ كان كلامي كده واضح معاك. سألتك عن سؤال: لماذا قال علي دعوني والتمسوا غيري؟ لم تجيب. سألتك سؤال على قول الحسن في الاحتجاج للطبراسي الجزء الثاني صفحة 10 عندما قال إن كل الأئمة بايعوا وما منا من إمام إلا وله بيعة في عنق كل طاغية زمانه إلا القائم. ما جاوبت عليه، تمام. فأنت يا أستاذ الفاضل أنا بجاوبك على أسئلتك والله، بس حضرتك اللي مش عارف سرحان مني فين. أنا أجبت عن أسئلتك. وفضائل علي بن أبي طالب التي قال بها سعد ابن أبي وقاص، حتى كلمة استبد جاوبتك عليها، تمام. قلت لك نحن نذكرها أهل السنة والجماعة، فإذا كانت الفضائل هي خاصة بعرف هناك فضائل مثلها لكثير من الصحابة. وذكرت لك جلبيب، تمام، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: جلبيب مني وأنا من جلبيب، تمام. في العباس مني وأنا منه. في الفضائل الأستاذ الفاضل للصحابة من رواها أهل السنة والجماعة، يعني هذا لا شك فيه. وفضائل أهل البيت لا ننكرها نحن أهل السنة والجماعة. موضوع الحوار من هو الخليفة الشرعي بعد النبي، بتقول لي أين نص الله على أبي بكر؟ وهل كان هناك نص من النبي على أبي بكر؟ أستاذ الفاضل الله يصلح حالك، وهل يقول أهل السنة والجماعة أن الإمام أو الخليفة بعد النبي منصوص عليه بالاسم، أم إنه الضف وفق ضوابط شرعية؟ طالما ولي الخليفة ضمن الضوابط الشرعية فلا غبار على ذلك. فحضرتك تقول المفروض الضوابط الشرعية تنطبق في شخص ولا تنطبق في باقي الأشخاص، تمام. لكن أنا بوريك الانطباق من خلال المبايعة، أن المبايعة تعني موافقة الإمام تقول عنه الشيعة مع عصمة مطلقة من خطأ أو سهوا نسيت هذا الرجل ومبايعة هذا الرجل. أما أنك تيجي تقول لي عندكم مبايعة البر والفجر، يقول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة أيضا: لابد للناس من أمير بر أو فاجر. ده هذا قول علي بن أبي طالب نفسه، يعني لم يقل إمام معصوم منصب من الله مواصي من النبي جاء بذكره في أحاديث. ده هذا قول علي بن أبي طالب في نهج البلاغة، والله لابد للناس من أمير بر أو فاجر. يعني إذا علي بن أبي طالب ينسف استدلال الشيعة قاطبة أن يكون الخليفة بعد النبي منصب من الله سبحانه وتعالى. فما قولك بهذا؟ ها؟ أين قولك بهذا؟ فإذا أستاذ عقيل الله يصلح حالك، ركز معايا فيما أطرح عليك، تمام. ركز معايا فيما أطرح عليك حتى تعلم أنني أتحدث معك وأجيب عن أسئلتك وأنت لا تجيب عن أسئلتك. أما تقول لي أنا مش هجاوب عن أسئلتك، ما تجاوبش، أنت حر، المستمع من يحكم. واخد بال حضرتك إزاي؟ السؤال اللي أنا نفسي إجابة عليه: أي هل كان علي وزيرا للنبي؟ لك المايك. أحبتي الكرام، إذا تلاحظون توقفنا، يعني مع الأسف توقفنا. أنا انطيت نص أن علي بن أبي طالب خليفة، أعطيت نص يقول ماكو نص لأبي بكر بالخلافة. أنا انطيتك نص أن علي بن أبي طالب خليفة. إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي. وللمرة الرابعة أنا أعيده، ما أسمع جواب عليه، وحديث صحيح. ليش ما أسمع جواب عليه؟ شنو السبب؟ أنا ما أعرف. أنا ما أعرف شنو السبب، أنا ما أعرف. على كل حال أتمنى أن تجاوب عليه بالمداخلة القادمة. وكل أسئلتك أنا جاوبت عليها، ارجع لها ستسمع الإجابة موجودة في التسجيل. كل أسئلتك أنا جاوبت عليها. أما تقول لي أين قال الآلوسي، فهذا المصدر أنا يعني بسيط المصدر، ما أعتقد علي صعب المصدر. أنا يعرفون الإخوان وأنت تعرف جيدا أنا ما أنقل شيء من دون مصدر. هذا المصدر أمامك، هذا المصدر أمامك، وهذا النص كله أمامك، كل النص أمامك. تفضل، هذا النص أمامك، المصدر هم أمامك، هذا المصدر شرعي. وهذا كذلك من مسند أحمد بن حنبل، مسند أحمد بن حنبل، هذا هم أمامك، صحيح بشواهده دون قوله وإنها لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا كذلك للهيثمي أمامك. أريد رد الآن، إحنا نريد نعرف من هو الخليفة الشرعي، هذا هو موضوع الحوار، موضوع الحوار هذا. أما تسألني عن البيعة أن الإمام السجاد بايع، قلت لك انطيني الدليل. يجوز للمعصوم وللمؤمن أن يبايع فاسق، قلت لك يجوز. انطيني الدليل أنه لا يجوز، اعطيني آية قرآنية وحديث نبوي يقول لا يجوز حتى أنا أسلم لك الراية البيضاء. انطيني أنت الدليل، اثبت العجز ثم انقش. يعني لا تشكل علي وأنت ما عندك دليل.
وبينت لك دليل أن أم سلمة أجازت لعبد الله لجابر بن عبد الله الأنصاري أن يبايع على دمه وماله ويقول أني أعلم أنها بيعة ضلالة. يا أخي خلينا نتحرك، عندنا أدلة كثيرة بعد، يعني ما يصير أنت ما تجاوب. وأنا جاوبتك قلت لك علي بن أبي طالب قال التمسوا غيري، لما راح أعيد المرة الخامسة لطلحة ومن معه لأنه رفض نهج الشيخين علي بن أبي طالب، كما حدث في الشورى، قالوا نبايعك على سنة النبي وسيرة الشيخين، قال سنة النبي نعم، أما سيرة الشيخين فلا. شنو سيرة الشيخين؟ من الشيخين؟ هكذا المولى أمير المؤمنين. يا أخي والله جاوبتك، شو أسوي لك يعني؟ مو 10 مرات أجاوب. الآن أريد الإجابة على هذه الأسئلة. النعم ليش؟ ما السبب؟ ما هي المنزلة التي هذا القول ما في من العظمة والمنزلة حتى يقول الصحابي سعد هذا القول لك الماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ عقيل، يعني أرى دايما أسئلتي بتروح يقولوا كده ورق في السراب، وكأن لا معنى لها من الإعراب. تمام؟ وكأن لا معنى لها من الإعراب. يا ريت اللي على التكست بس يخفوا شوية، والله موجود في نهج البلاغة، والله هديك النص حاضر كامل، أبشر. الأستاذ عقيل بيقول لي إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وعترتي، وإنه لن يفترق حتى يرد علي الحوض. ماشي، الحديث هنعتبر ماذا صحته؟ هل هذا الحديث فيه دلالة على ولاية علي بن أبي طالب بعد النبي؟ لا. لماذا؟ لأن أهل بيت النبي عندنا نحن أهل السنة كل من حرم عليه الصدقة، ده رقم واحد. رقم 2، أهل البيت عند الشيعة يدخل فيهم جبريل وسلمان. تمام؟ هل جبريل صلى الله عليه وسلم لأنها دخل تحت الكساء؟ يبقى إذن أستاذ الفاضل، إذا بينت لك الأدلة في الخلافة لهذا الحديث لا تعني ولاية أمر المسلمين. لماذا؟ أنت بتقول أين الدليل أن من الممكن مبايعة الظالم؟ الله يقول يا أخي ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. تمام؟ وأنت تيجي تقول لي عادي مبايعة الظالم عندكم تجوز، اديني الدليل على أن مبايعة الظالم في معتقد الشيعة تجوز. هذا أولا. تمام؟ ده الخليفتين. تمام؟ وإذا تمسكنا أيضا بنص حديث خليفتين وإنه لن يفترق حتى يرد علي الحوض، اثبتوا لنا تواجد الخليفة عندكم الآن حتى نقول إن هذا الحديث غير معطل في معتقد الشيعة، لأنها مفترقة، لا يوجد عندنا دلوقتي خليفة. تمام؟ قال النبي لن يفترق حتى يرد علي الحوض. ده أنا تمشيت معاك في صحة الحديث، ولأن كنت أنقل لك روايات عن أهل العلم بضعف سنة هذا الحديث، وإن صححه البعض وأنقل لك تضعيف البعض له، ولكن عشان الوقت مفيش وقت أنا بس بتمشى معاك سريعا في التصحيح الذي ذكرته. ممتاز؟ يبقى إذن الحديث عندك إلزامي أن تثبت لنا أنه لن يفترق إلى الآن، أو تثبت أن المهدي موجود بيننا ومعه القرآن يعلم الناس ويعلمنا، حتى نثبت صحة هذا الحديث. حضرتك برضو سؤالي اللي ما جاوبتش عليه، أين ورد الدليل إن علي وزيرا؟ إن علي وزيرا، هل كان علي وزيرا في كتب الشيعة؟ تمام؟ هل كتب الشيعة لم تأتي بدليل على ما ذكرت في حديث المنزلة لهارون؟ حضرتك بتقولي تقول لي طب ايش ربط الآية زي ما قالوا لي على ايش ربط الآية بين الخلفاء ككافرين؟ نعم، الخلفاء عند الشيعة الاثنى عشر كفار. الخلفاء عند الشيعة الاثنى عشر كفار بإجماع عندكم قاطبة المراجع، عشان برضه ما يبقاش ايه الناس المستمعة في الغرفة اللي ما تعرفش. أبو بكر كافر عند الشيعة، عمر كافر عند الصحابة، كلهم ارتدوا إلا 7 عند الشيعة الاثنى عشرية. فإذا أستاذ الفاضل، ما قولك في الحسن عندما قال أن خلفاء أو أن الأئمة بايعوا كل الخلفاء؟ يبقى إذا ائتني بدليل أن البيع للظالم في معتقد الشيعة جائزة ومبايعة الكافر في معتقد الشيعة جائزة. فضل معاك المايك نسمع ردك. أنت استشهدت بآية، الآية ليس في محلها، نحن لا نقول بكفر حتى يزيد. السيدة زينب عليها السلام تثبت الإسلام حتى ليزيد، أكو هناك غير شيء. جين الارتداد الذي يقوله الارتداد عن نصرة المولى أمير المؤمنين، وهذا بيناه وواضح، ولا عاقل يقول بغير هذا. كالذي كفر بأنعم ربه، أكو واحد يكفر بأنعم ربه، ليس الردة عن الإسلام، هذا هم بيناه. أعطني الدليل من هو الخليفة، هذا ليس موضوعنا الآن. أعطيك الدليل من هو الخليفة الآن. أنا حواري من هو الخليفة بعد النبي، وأنا أثبتت لك بالدليل القطعي أن
علي بن أبي طالب خليفة بعد النبي بأحاديث صحيحة، وسأثبت بعد أضيف لها. أنت تقول لا يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا ردينا عليه. هذا لا يعني أن أهل البيت يدخل جبريل وسلمان، لا، النبي الكريم قال هؤلاء أهل بيتي، عندما قال الحسن والحسين وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء قال هؤلاء أهل بيتي، وعلي بن أبي طالب من أهل البيت. فإذا أهل البيت علي بن أبي طالب، هناك نص من النبي على أن علي بن أبي طالب خليفة بدليل الحديث الصحيح وبينا. الآن نأتي إلى موضوع آخر. أنا أريد تبين لي ما معنى كلمة ولي عند عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يعتبر كلمة ولي يعتبرها خليفة. تقبل بحكم عمر أو لا تقبل بحكم عمر؟ تقبل بحكم عمر أو لا تقبل؟ أنا أتمنى أن تجاوبني. وأنا مرة سألتك، كم مرة سألتك، قلت لك وين النص القرآني اللي يمنع؟ قلت لك أم سلمة أجازت البيع للظالم، أجازت البيع للظالم عندك، ليش تسألني بعد؟ ما بتدعي تسألني عن البيع. على كل حال أتمنى أن لا يكرر السؤال اللي أنا أجاوب عليه، أتمنى هكذا يعني أن لا يكرر حتى نسير بالحوار شوية يعني، لأنه البطء ما يفيدنا. أحبتي الكرام، الآن هذا قول عمر بن الخطاب في صحيح البخاري. ثم توفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا النص أمامك، هذا النص أمامك، النص أمامك. فقال أبو بكر فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ. فأقبل على علي وعباس وقال تذكر إن أبا بكر كما إلى آخره، إلى أن يقول فلما توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي رسول الله. ما معنى ولي رسول الله هنا؟ أريد تبين لي إياها. تقبل بفيهم عمر أو لا تقبل بفيهم عمر؟ إذا كنت تقبله قول أقبله، وإذا كنت ما تقبله قول ما أقبله. الآن أحبتي الكرام، الآن أحبتي الكرام، النبي الكريم يقول أن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي، يعني ولي أمر كل مؤمن بعدي. صحيح ابن حبان إسناده قوي، الحسن فلان فلان، وهذا النص أمامك حتى لا تسألني، لا تقول لي وين النص. جيد. وهاك هذا الحديث الآخر من المستدرك للصحيحين على الحاكم النيسابوري، هذا ويا قال له أنت ولي كل مؤمن بعدي. لماذا يكون خليفة لأبي بكر وعمر ولا يكون خليفة لعلي بن أبي طالب؟ تعليق الذهبي من التلخيص يقول صحيح وما أنقل إلا الصحيح، وانتهى وقتي ولك المايك، وأتمنى الإجابة، أتمنى الإجابة، لك المايك. صار الأسئلة 6 ما جاوبت عليها، لك المايك. قلت لك عقير رجاء عندما تقرأ نص اقرأه كامل، يعني حتى الناس تفهم مغزى الحديث ومعنى الحديث. يعني ليه دايما تاخد شواهد وتأتي بها وتقول علي مني وأنا منه؟ تمام. ما قلت لك قال النبي في جلبيب مني وأنا من جلبيب، تمام. قال العباس العباس مني وأنا من العباس، يعني روايات موجودة في صحيح البخاري. يبقى إذن لما تيجي تتحدث أستاذ عقيل، يبقى إذن لما نيجي نأتي بالأقوال نأتي بالأقوال كاملة. الحديث الذي أورده الأستاذ عقيل على علي مني وأنا من علي، بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم عليا، فمضى علي في السرية فأصاب جارية فأنكر ذلك عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التقينا فحصل خلاف ما بين علي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين نصلي عليهم ما في إشكال، تمام. وعند الخلاف فقال النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، فأقبل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام والغضب يعرف وجهه، فقال ما تردون من علي 3 إن علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة. والله العظيم علي ولي عندنا، وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ولي حبيب مناصر صديق. شوف حتى في حديث عمر بن الخطاب وأنا ولي رسول الله، يا إما أنا مناصر رسول الله أو صديق رسول الله أو حبيب رسول الله. واخد بال حضرتك؟ يبقى إذن المناصرة للنبي والحب للنبي وهذا للنبي كله ليس فيه أي دلالة في الحديث على تولي علي بن أبي طالب للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل اللي أنا بقوله لك اللي حضرتك دايما تنقضه أقوال علي واعترافه ببيعة أبي بكر وعمر وعثمان. علي يقول دعوني والتمسوا غيري، علي يقول لابد للناس من أمير بر أو فاجر، تمام. كل هذه الأدلة أستاذ الفاضل اللي أنا بوردها لك، وتيجي تقول لي هو الشخص المنصب من عند الله سبحانه وتعالى
ولا يترك إمامته ولا يترك بيعته ولا يترك ولا يترك ولا يترك، وهو ترك كل هذا وبايع، والمبايعة هي الولاء والنزول تحت حكم وطاعة من بايعته. طلبتك أين الدليل في كتب الشيعة إنه يجوز مبايعة الظالم؟ لم تأتي بدليل. هل كان عليا وزيرا للنبي؟ لم تجيب عن هذا السؤال. لماذا قال علي دعوني والتمسوا غيري؟ لم تجيب عن هذا السؤال. يبقى إذا أستاذ الفاضل أنا بديك أسئلة مفصلية حوار تثبت للمستمع ما أنت تنقله، ما أنت تنقله. يبقى لابد ان تجيب عن من اسئلتي. بتقول لي انا رحت 6 اسئله ما جاوبتكش، يا اخي اسمع التسجيل، والله اجابتك عن كل اسئلتي، ولكن حضرتك بتوهم المستمع ان انا ما جاوبش. ده بس اللي حضرتك بتوهم المستمع فيه. ولكن لو حضرتك رجعت للادله اللي انا بسردها هتلاقي ان الله، طب ما الراجل ده رد عليا اهو، وما انا كنت بقول له ما بتجاوبش ليه. فاذا حضرتك جاوبني عن سؤالي، هل كان علي، بص هو سؤال واحد اهو، هل كان علي وزيرا للنبي في معتقد الشيعة لحديث المنزله اللي انت قلت؟ انت سؤال واحد، تمام ماشي. ديني حبيبي، يلا الغالي معاك المايك. الأسئلة اللي أجبت عليها ما راح أجاوب عليها، كلها جاوبت عليها، لكن هو ما عنده غير هاي الأسئلة، وأسئلتي كلها إلى الآن ما جاوب عليها. أين قال النبي، سجل السؤال يمك، أين قال النبي لجلبيب أنه ولي كل مؤمن بعدي؟ لماذا لم تجبني على قول عمر؟ عمر يرى أن الولي خليفة، ليش ما تجاوب عليه؟ ليش تهمله؟ يعني لماذا يكون لعمر لأبي بكر الولي خليفة ولعلي بن أبي طالب يكون لا؟ ليش؟ شنو السبب؟ جيد أريد جواب عليه. نعم، علي بن أبي طالب كان وزيرا وخليفة ووصي للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما كان موسى عليه السلام. هل تكذب قول النبي؟ أنت تكذب قول النبي. إذا كنت تكذب قول النبي هذا أمر. طبعا أنا أحبة الكرام رغم أنه ما أجاب، لكن أنا أريد أمشي بالحوار. أحبة الكرام، الآن يقول ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه. ما معنى الاصطفاء؟ أريد جواب عليه. أنا راح أقول لك معنى الاصطفاء الاختيار، حتى ما تعب نفسي. أنا أقول لك معنى الاصطفاء الاختيار. عندك حديث في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى من كنانة، اصطفى من إسماعيل كنانة. هذا عندك في صحيح مسلم والنص أمامك. هذا طبعا كذلك نص مهم يضاف إلى النصوص الأخرى. جيد، في دلالة على أن علي بن أبي طالب هو الذي يكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم من بعده. يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هل أبو بكر أيهما اختاره الله؟ اختار الآن الاختيار علي بن أبي طالب من بني هاشم لو أبو بكر من بني هاشم؟ أريد جواب عليه. من هو من بني هاشم؟ هل علي بن أبي طالب من بني هاشم أو أبو بكر من بني هاشم؟ أريد جواب عليه. سؤالك الذي أنت تكرره وتعيده البيعة يا أخي جاوبتك، والله جاوبتك يا أخي. اعطيني الدليل، اثبت العجز ثم انقش. البيعة تجوز، المعصوم يجوز أن يبايع منافق، يجوز إذا ارتأى أن البيعة فيها مصلحة يجوز، وليس فيها زكاة أبدا للمبايع له، أبدا ليس فيها زكاة. وطيتك دليل أم سلمة، قول أم المؤمنين أم سلمة تقول لجابر بايع أني أعلم أنها بيعة ضلالة. ليش كل سنة تسألني على هذا؟ جيد، فأتمنى أن تجيبني عن هذا المفصل الثاني. وكذلك لا تنسى قول عمر. لماذا عمر ولي خليفة ولعلي بن أبي طالب تكون ناصر ومحب؟ ليش؟ بس أريد أعرف ليش. والله بس أريد أعرف ليش لعمر تكون خليفة وعلي بن أبي طالب تكون ناصر. والله مشكلة يا رب العباد. تفضل لك المايك، يلا بقيت وقتي لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ عقيل بيقول تجوز البيعة للظالم والفاسق في معتقد الشيعة، ولكن لا تجوز للكافر بتهيألي. أما في قولك لا تكفر أحد فأنا طالبك إن شاء الله في المنظور في هذه السنة غدا وبعد غد لا الشيعة لا كفر. ممتاز. في صوت استاذ عقيل، عيد تاني. حضرتك بتقول ان الشيعة لا تكفر احد وتجوز البيعة لظالم اعتقد، ولكن لا تجوز لكافر. لا تجوز عندكم البيعة لكافر.
وأنت تقول نحن الشيعة لا نكفر أحد، وده أنا أطلبك فيه بمناظرة أمام غرفتك عالية مع الحق في غرفة منهاج السنة السرداب غدا أو بعد غد، لأثبت لك أن الشيعة تكفر الحجر والشجر وليس فقط أبي بكر وعمر وعثمان. تمام؟ وبالأدلة وبالبراهين وبالروايات وبأقوال أهل العلم لديك أنكم كفرتوا كل من خالف معتقدكم. يبقى إذا اديني دليل أن البيعة تجوز للكافر أستاذ الفاضل. وأنا نديت لك آية من القرآن وقلت ليس محل استشهاد، لا والله محل استشهاد قوي كمان، ولكن حضرتك يغيب عنك الدليل. في قولك ان الرسول قال واصطفاني من بني هاشم، ده جميل وكلام صحيح وحديث صحيح عندنا، ولكن لم يقول واصطفينا علي. تمام؟ ليس هناك دليل ان اسمه من بني هاشم ابو لهب من بني هاشم، تمام، والعباس من بني هاشم، وبنو هاشم كثيرة، ولكن قال واصطفاني من بني هاشم. لماذا؟ لأن الله يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لم يقل بعد الأئمة ولا بعد المعصومين. تمام أستاذنا الفاضل؟ يبقى إذن هنا الاصطفاء للأنبياء لقول الله رسلا مبشر الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. يبقى إذن الأستاذ عقيل خلال ساعة كاملة طرحنا عليه سؤال، بيقول علي وزيرا ووصي وخليفة. اديني دليل حبيبي ان الشيعة تقول ان الوصي وزير. ما انا بقول لك اديني دليل من كتب الشيعة ان علي وزير، ولا هو بالمزاج؟ تمام؟ ولا هو المزاج؟ يبقى اذا الاستاذ عقيل بيتحدث الان بالمزاج. لا دليل في كتب الشيعة ان علي كان وزيرا، او يقال عن الوصي وزير، او يقال عن الامام وزير. بديني الدليل على ده استاذنا بارك الله فيك. حضرتك بتيجي تقول برضو اين قال النبي لجلبيب اين قال النبي لجلبيب وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعده. استاذ الفاضل قلت لك والله علي بن ابي طالب ولي كل مؤمن ومؤمنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا خلاف نحن اهل السنة والجماعة في ذلك. اتجاه للبيعة استاذ الفاضل بتقول احنا لا نكفر ولا نقول ولا نعمل، لا والله تكفره. تمام؟ فانا اريد دليل الان ان مبايعة الكافر عندكم جائزة من الامام المعصوم. ثانيا ان علي بن ابي طالب عندما قال دعوني والتمسوا غيري. ثالثا عندما قال لابد للناس من امير بر او فاجر. لك الميت. والله يا احبه اجبت على كل الاسئله. على كل حال شوفوا احبه الكرام، هذه البيعة تجوز. هاي ام سلمة ام المؤمنين تقول تجوز البيعة، هاي بينت لك اياها، هاي امامك اقرا النص. عندما جاء جابر بن عبد الله الانصاري الى ام سلمة فقالت له بايع، فقد امرت عبد الله بن زمعة بن اخي ان يبايع على دمه وماله، انا اعلم انها بيعة ضلالة. كذلك وردت في الموطأ لما في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد، هذا كذلك امامك. وهذا كذلك احبة الكرام في التمهيد لما في الموطأ بالمعاني والاسانيد، عندما ارادوا البيعة للمختار قالوا له كيف تبايع المختار؟ فقال تخاف علينا من بيعتنا لهذا الرجل؟ فقال ما أبالي أبايعته أو بايعت هذا الحجر، إنما البيعة في القلب. خلاص بعد ما ابتدأ أنت تحتاج. الآن أنا أريد من عندك، الآن علي بن أبي طالب من بني هاشم لو مو من بني هاشم؟ أيهما المصطفى من قريش؟ أبو بكر لو علي بن أبي طالب؟ يعني أنا عندي 400 اصطفى الله منهم 200، من ذول ال200 اصطفى 50، إذن ال50 صاروا أفضل من ال150، الله اختارهم. فإذا علي بن أبي طالب من بني هاشم يا أستاذ لا تنسى. بعدين جواب ليش ما جاوبتني عن عمر عندما يقول ولي كل مؤمن؟ ولي رسول الله أبو بكر عندما توفى النبي قال أبو بكر أنا ولي. ليش أبو بكر الولي إلى خليفة؟ ليش أبو بكر الولي إلى خليفة ولعمر الولي خليفة معناها ولعلي بن أبي طالب لا؟ ما السبب في هذا؟ ماكو جواب، وما راح أسمع جواب أعتقد إلى الصباح. الأحبة الكرام كم صار الوقت عندنا من المناظرة إلى الآن؟ وقف التوقيت دقيقة واحدة، والله خلي نشوف كم صار عندنا وقت. احنا اتفقنا ساعة، احنا اتفقنا ساعة. زين، تسألني كيف أن علي بن أبي طالب وزير؟ النبي قال علي بن أبي طالب. أنا ما يريد أروح لا أجيب لك نص ولا أجيب لك دليل، الحديث عندك. علي بمنزلة هارون من موسى، يعني معقولة أنا أجيب لك دليل على حديث النبي؟ يعني معقولة أنا أشكل على رسول الله أو أنك تشكل على رسول الله؟ خلاص إذا كما قال رسول الله.
كما قال رسول الله. يكفيني هذا خير شاهد وخير دليل قول النبي. إذا كنت ترفض قول النبي أنا ما أرفضه. جيد. أنا الآن أعطيتك أدلة كثيرة، والأدلة الكثيرة التي أعطيتك إياها أن علي بن أبي طالب خليفة كما ورد في مسند أحمد وورد في غيره ومصحح من علماء أهل السنة، وأعطيتك دليل على أن علي بن أبي طالب خليفة من خلال هذه الأحاديث التي بينتها. أنت ولي كل مؤمن بعدي، والولي على فهم عمر خليفة. إذا كنت ترفض فهم عمر بن الخطاب فقل لي أنك ترفض فهم عمر بن الخطاب. أحبتي الكرام، أخيرا الخلافة هي منصب إلهي كما يقول البخاري. يقول البخاري: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان. يعني بعث الأنبياء واستخلاف الخليفة من الله. جيد، انتهى وقتي، أنا توقف. إيش قد صار عندنا وقت أحبتي؟ إيش قد صار عندنا وقت أحبتي؟ الوقت إيش قد صار؟ 59 دقيقة. إذن مداخلة إلى بعد. إذا مداخلة للأخ أشرف إن شاء الله. راح نعطيك المايك حبيبي، راح نعطيك المايك. إذا مداخلة إلى ومداخلة إلي، والمداخلة الأخيرة تكون له حتى ينتهي. إذا نريد نكمل مرة ثانية إن شاء الله نكمل مرة ثانية إذا ما استوفى، وإذا استوفى الموضوع خلاص بعد الجمهور هو من يحكم. تفضل أستاذ أشرف، لك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرتك لما جئت بقول أم سلمة، تمام، يعني الحديث قال أهل العلم عنه أنه حديث غريب الحديث، وقالوا في سعيد بن محمد الجرمي صدوق رمي بالتشيع، يعقوب بن كذا ثقة جليل، ترجمته مستقلة. يبقى الحديث أصلا في كتب أهل السنة، تمام، تفرد بهذه الرواية محمد بن إسحاق بهذا الأثر، تمام، وقال العلماء لا يقبل تفرده في هذه الأحكام. يبقى إذا الأستاذ الفاضل الرواية اللي أنت ربطها كذا حاجة، حتى الدارمي وغيره من أهل العلم ضعفوا سند هذه الرواية. جاء هذا في صحيح ابن حبان ومدارك السالكين وتهذيب تقريب التهذيب وتاريخ بغداد والأسماء والجرح والتعديل وغيره من الأدلة يعني، تمام. يبقى ريت بتجيب لي التصحيح بتاع رواية أم سلمة أمام الجميع عشان تحطه في عيني، ماشي. ثالثا حضرتك بتقول انك انت ما جاوبتش عن قول عمر. والله وبالله وتالله اجبتك، بس بقول لحضرتك انت ما بتسمعش انا بقول ايه. بتقول لي ايوه علي وزير، وهذا انا اصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي النبي ما قالوش انت وزير، تمام، النبي ما قالوش انت وزير، والشيعة لا تعترف بان علي وزير اساسا. كلمة وزير دي ممحوة من دين الشيعة في شأن علي بن أبي طالب، لأنه وصي أو إمام، وصي وإمام. كلمة وزير دي جبتها منين؟ تقول لي أصل أنا بصدق النبي وما عنديش بقى استعداد أرجع لمراجع الشيعة. يا أخي سبحان الله، سبحان الله. إذا ما أتى الشيعي بدليل لك أصل أنا أخذ بعموم اللفظ ليس بالخصوص، وإذا ما يأتي بدليل لك أصل الحديث واضح وصريح، أصل هارون كان وزير لأخوه يبقى هو وزير لأخوه. يبقى أستاذي أنت تناقض معتقدك في هذا الشأن، انت تناقض معتقدك. يعني بطالبك بالدليل ما تقوليش انا مش محتاج دليل، لا، الناس المستمعة محتاجة دليل. يبقى اذا لابد ان تثبت هذا ان يقال للامام وزير عنه. بتقول لي انك اجبت على كل اسئلتي. طيب سؤالي لحضرتك واضح، خلينا في سؤال بسيط سلس سهل جدا لهذا الشأن. في معتقد الشيعة، اترك عنك ام سلمة بقى، تمام، يعني اترك عنك روايات السنة دي وكتب السنة دي ارميها. في معتقد الشيعة هل يجوز بيعة الكافر؟ تمام، ما جاوبتش عن السؤال ده، لم تأتي بدليل هل يجوز بيعة الكافر في معتقد الشيعة. اما انك تقول ان احنا اثبتنا ان الخلافة من الله سبحانه وتعالى لقول حديث البخاري. يا اخي كمل حديث البخاري، له بطانتان، تمام، بطانة خير تقوده الى الخير وبطانة شر تقود الى الشر. يبقى اذا هل تعترف بحديث البخاري كامل ان علي بن ابي طالب كان له اما بطانة خير او بطانة شر؟ يبقى اذا حضرتك لما تقرأ الحديث، اقولها للمرة مليون، كمل الروايات، كمل الاحاديث عشان الناس تفهم الاحاديث والروايات. في موضوعنا من هو الخليفة بعد النبي، الى الان الاستاذ عقيل لم يستطيع ان يثبت كيف تنازل المعصوم عن خلافته التي هي من الله سبحانه وتعالى، ولماذا بايع، ولماذا اعترف بالبيعة. 3 اسئلة لم اجد لهم اجابة طوال الحوار. تفضل استاذ عقيل. انا اسئلتي كلها اجبتك عليها، كلها أجبتك عليها.
أما الحديث أنا الذي ما أكملته من البخاري، هذا الحديث أمامك من البخاري، وهذا طامة كبرى. نعم، البطانة فيها بطانة خير وبطانة شر. علي بن أبي طالب من الصحابة في بطانة خير وبطانة شر، عمر وأبو بكر وعثمان بطانة خير وبطانة شر، سلمان وعمار بطانة خير وبطانة شر. نعم، من قال لك غير هذا؟ نعم، فيهم بطانة خير وبطانة شر. على كل حال، أنا الآن موضوعي الآن هو هنا أن ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة. إذا عندك في البخاري استخلاف الخليفة من الله سبحانه وتعالى، وبعث الأنبياء من الله. إذا تقول لا، إذا بعث الأنبياء كذلك مو من الله. جيد، فعليك أن تجيب على هذا الإشكال. أين الإجابة على ولي أبي بكر؟ وين الإجابة؟ أنا سألتك سؤال أريد إجابة واضحة. لماذا عند لأبي بكر الولي خليفة ولعلي بن أبي طالب مو خليفة؟ ليش؟ أنا أريد الإجابة، مو تقول لي أنت تتكلم بكلام إنشاء. أنت كل كلام إنشاء تتكلم به. جيد. بعدين هذا الحديث أم سلمة صحيح. من قال قولك هذا أنه ضعيف الآن يعضد هذا الحديث؟ قول من؟ قول التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. وانطيني الأدلة عندما تتحدث، لا تتحدث إنشاء. تقول أهل العلم. من أهل العلم؟ بين لي إياه، جزء، صفحة، مصدر، مثل ما الشيعي عقيل العراقي. شوف البطل الشيعي شلون شجاع. الأسد الشيعي ينزل لك نصوص، أنت نزل لي نصوص. بعدين أنا أستاذ أحتج بكتبك، ما أحتج بكتبي. بعدين أنا قلت لك وبينت لك أن الردة عن علي بن أبي طالب وليس عن الإسلام. بينت لك إياها 100 مرة. ارتدوا عن نصرة علي بن أبي طالب وليس عن الإسلام. إيش أسوي لك بعد؟ إذا ما تقبل شو أسوي لك؟ تقول هل بيعة الكافر تجوز؟ نحن قلت لك عندنا يزيد عليه لعنة الله هو ماذا؟ قاتل الإمام الحسين، وأهل السنة يلعنوه. يزيد هذا عندنا مسلم بشهادة قول الحوراء زينب عليه السلام. تقول له إلا أن تخرج من ملتنا وملتها ملة الإسلام. جيد. فأنا جاوبتك على كل الأسئلة وأنت لم تجب على الأسئلة أبدا. ما هي منزلة هارون؟ ما جاوبتني عليها. أين الفضيلة من البيعة؟ وين الفضيلة بحديث ماكو؟ سعد بن أبي وقاص لماذا اعتبر هذا الحديث أهم من أحب إليه من حمر النعم؟ ماكو جواب. علي مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن وولي باعتراف عمر خليفة. ليش ما تقبله؟ هم ما أعرف. عليكم السلام. زين، هل قال إلى جلبيب ولي كل مؤمن بعدي؟ قال أو لم يقول؟ ليش تستشهد الحديث ما إلى ربط؟ شنو علاقة حديث جلبيب؟ أنا ما أعرف. وين السند؟ وين المصدر؟ هم ماكو. على كل حال، أتمنى أن تجهز نفسك، تحضر روحك، تحضر حالك، تنطيني مصادر، تنطيني أمور أخرى. يلا، على كل حال، لك المايك أستاذنا، المداخلة الأخيرة إليك وحياك الله. يا ريت بتراجع التسجيل عشان تسمع المصادر التي ذكرتها أنا في أقوال علي في نهج البلاغة وفي الاحتجاج للطبرسي وفي هذه الأمور، انك تقول بتكلم بغير مصادر. هذا أولا. ثانيا، الأستاذ عقيل سأل الأسئلة بيقول إنك ما جاوبتوش عليها. طب إذا ما سمعت التسجيل يا عقيل أمام الغرفة وما لقيتش إجابة عن أسئلتك في قول علي بن ولي أبي بكر وأبي بكر كان ولي النبي، قول الراجل ده كذاب. تمام. ثالثا، حضرتك بتقول ايش فين حديث جلبيب؟ قلت لك في صحيح البخاري. والله انا بتكلم حديث جلبيب في صحيح البخاري. تمام، راجع صحيح البخاري هتلاقي الحديث موجود. فاذا حضرتك لا تسمع ما اتحدث به. اما حضرتك بتقول احنا لم نكفر احد من الصحابة وقلنا انهم مسلمين، هثبت لك مسلم الدنيا عندك كافر الاخرة. وانا قلت لك انا دلوقتي امام الغرفة بكرة في نفس الميعاد مستنيك في غرفة منهاج السنة للحوار. تكفير عند الشيعة إذا استطعت. تمام، التكفير عند الشيعة إذا استطعت. وسأأتي لك بأدلة وببراهين أثبت بها أن الشيعة تكفر الحجر والشجر وليس فقط الصحابة. ده ثالثا. رابعا، الأستاذ عقيل بيتكلم بيقول لي حديث منزلة هارون من موسى انت ما ردتش عليه. لا والله رديت لك عليه واديتك الأدلة والبراهين، وسألتك سؤال أين ورد في كتب الشيعة أن الوصي يطلق عليه وزير؟ لم تأتي. تمام، قلت لا انا شايف ان نص النبي صريح ومش محتاج دليل قدام الناس كده.
كل الكلام بالأدلة. حديث ام سلمة قلت لك يا راجل من صحح الحديث الذي ضعفه، وقلت لك حتى المصادر للتضعيف لم تأتي بتصحيح له، اللي هو مبايعة الظالم. فإذا الأستاذ عقيل من خلال حوار كامل لمدة ساعة استنتجت منك حاجة واحدة بس، أنت تريد أن توهم للمستمع أن علي بن أبي طالب هو خليفة منصب من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أين الدليل؟ لا دليل، لا دليل على هذا إلا بالاتجاه إلى تأويل الآيات أو الذهاب إلى أحاديث ليس فيها أي شاهد من الشواهد على تنصيب علي بن أبي طالب كخليفة شرعي بعد النبي. لماذا؟ لأن احنا كما سبق الذكر علي بن أبي طالب بايع مين؟ بايع الخلفاء، تمام؟ الثلاثة. والمبايعة لو فهم معنى المبايعة يقول لك ايه؟ عادي المبايعة تجوز، افهم معنى المبايعة حتى تقول تجوز او لا تجوز. المبايعة هي الولاء والنزول تحت حكم وطاعة من بايعته، فكيف علي يوالي من ارتد عن بيعته؟ والمرتد عن الإمامة عندك كافر، حتى تقول الناس هم ارتدوا عن بيعة علي، ما المرتد عن بيعة علي كافر عندك في معتقدك، انت ناسي ولا ايه؟ ومن انكر او جحد امام واحد من الائمة كافر. يبقى اذا استاذ الفاضل كيف بايع ولم يوالي؟ هي دي تعريف البيعة، الموالاة والسماع والحكم والطاعة لمن بايعت. يبقى لما تيجي تقول ايه يعني بيع، يبقى انت مش فاهم معنى المبايعة اساسا عشان تيجي تقول هذا الشأن. يبقى اذا انا بشكرك استاذ عقيل، وبشكر المستمعين في غرفة علي مع الحق، بشكر الناس المحترمة اللي كانت على التكست موجودة، وبشكر الناس اللي كانت بتسب برضه، لان عندنا سيئات كتير عايزينهم ياخدوها. نسأل الله ان يبارك في الجميع، ومنتظرك ان شاء الله غدا الساعة 11 بتوقيت مكة في التكفير عند الشيعة في غرفة منهاج السنة السرداب. تمام؟ اتفضل معاك المايك.